كل الناس بتحلم بعلاقة حب حقيقية تكون أمان من غير خوف، قرب بس مش مطاردات، راحة من غير استنزاف. بس الحقيقة والمفاجأة بقى إن الحب باب من خلاله بنقدر نقوي الوعي. النهاردة هنتكلم بشكل علمي إزاي تبني علاقة صحية، وإيه هي العوامل اللي بتضمن الطرف التاني يحترمك ويحبك ويعطي قيمة لوجودك. ودي خدوها قاعدة عامة في حياتكم، إن الحاجة اللي عايزها تدوم ما تسهلش الطريق فيها. عقلنا دايما بيتعلق بالشيء اللي بنبذل فيه مجهود ووقت. خلي الهدف زي قصة، زي ستوري أو طريق أنت بتحدده وتمشيه، وده اللي بيضمن إن طريقك أو قصتك يتحفر في القلب وفي العقل. غالبا العلاقات اللي بتبدأ بسرعة وبتسهيلات ما بتكملش وما بتنجحش حتى لو فيها حب حقيقي. بس هنا عقلك مش مخزن إن الحب ده بيساوي قيمة، بيكون مبرمج على إن هو حب، في بعض الأحيان تعلق. لكن القيمة الحقيقية للعلاقة ما بتجيش من التعلق ولا بتيجي من الحب لوحده. القيمة الحقيقية بتيجي من الالتزام، ودي حاجة لازم الطرفين يعملوها، لأن الأمور لو مشيت بتلقائية وبشكل طبيعي العقل ما بيقدرش يفرق من غير توجيه مباشر أو وعي وإدراك للنقطة دي. وهنا مش المعنى التسهيل على الطرف التاني بس، المعنى كمان حتى على نفسكم. وقت ما يكون في قرار ان تتبني علاقة لازم انتوا كمان يكون عندكم التزامات اتجاه العلاقة دي، ودي اول خطوة لازم تتخذ، انه لازم يتحط خطة للعلاقة وهدف والتزامات للطرفين. ابدا اوعوا تعطوا اي شيء في العلاقة بسهولة، لان هنا العقل بيربط بين العطاء في العلاقة على انه مكافأة. هنا في الحالة دي وقت ما يكون في عطاء أو في خطوة واضحة العقل بيربطها على إنها مكافأة. دي أول حاجة هتضمن استمرارية العلاقة، إنه مفيش أي حاجة بسهولة، مفيش أي حاجة بالمجان، مفيش أي حاجة من غير دراسة واضحة. أول نقطة بقى في علم النفس تقول إن علاقتك بنفسك بتساوي علاقتك بالشريك. لو جواك خوف من الهجر تلقائيا بتنجذب للشريك البارد، ولو جواك خوف من الخذلان بتنجذب بشكل طبيعي لشريك مش واضح، الشريك اللي مش هيوضح معاك أي أهداف أو أي خطط. ولو عندك خوف من الوحدة إنك هتنجذب للناس دايما اللي مش مناسبة، عشان تتعلم بالتالي إنك تحط حدود مع الناس، وإنك مش أي حد ينفع إنك تتعامل معاه. وهنا العلاقة هتتحول من حب الاستقرار لعلاقة درس. لكن لما تفهم وتدرك مشكلتك في الأول وتعالجها، هنا هتقدر تختار العلاقة الصحية والعلاقة السليمة اللي هتضيف لك، مش هتبقى مجرد مكمل لحاجة ناقصاك. وفي عالم في علم النفس اسمه سموجن فريد قال: لا أحد يحب بعمق إلا إذا عرف نفسه بعمق. تاني نقطة، قاعدة تحديد واستيعاب الفرق ما بين العلاقات الصحية والعلاقات المؤذية. العلاقات الصحية من سماتها إن بيكون فيها وضوح، أمان، اهتمام ثابت ومستمر، لأنه هيكون مبني على قيمة وجود الشخص في حياته، مش مبني على مدى شغف أو اهتمام الطرف التاني. فاهمين الفكرة؟ هنا الاهتمام لازم يكون مبني على قيمة ثابتة بالفعل. العلاقات اللي فيها احترام وفيها مشاعر واضحة بدون ألعاب نفسية. على الجانب الآخر بقى العلاقات المؤذية بتكون من العلامات الواضحة فيها جدا حب السيطرة والتحكم، غموض أو وعود بدون أفعال حقيقية، أو تعلق مرضي، أو صعود وهبوط حاد في المشاعر اللي هي علاقات الأون أوف. ودي هنا بقى أنت لازم ترفض أو لازم تقول لأ، أو تصلح العلاقة، أو إنك تعمل العلاقة إعادة برمجة سليمة تبدل النقط السلبية لنقط إيجابية. وبرضو العلاقات الصحية مش نار مولعة زي الدراما والأفلام. العلاقة الصحية علاقة هادية ومستقرة فيها أمان نفسي وعصبي. طيب إزاي ممكن نبني علاقة حب صحية؟ أول حاجة وأهم حاجة هي الوضوح العاطفي. أنت لازم تقول اللي جواك من غير تهديد أو من غير خناق. علم النفس بيقول إن 80% من فشل العلاقات أو سبب المشاكل فيها هي بسبب نوايا أو أفكار غير معلنة. يعني إن يحصل موقف وأنت هنا تخمن ممكن يكون الشريك أو الطرف التاني قصده كذا أو يقصد حاجة معينة من غير الكلام الواضح وبشكل مباشر، وده للأسف بيوقع العلاقة بنسبة كبيرة. لازم كلامك يكون واضح وإيجابي. يعني مثلا بدل ما تقولي أنت بطلت تحبني، ممكن يتقال أنا محتاج اهتمام أكتر عشان أحس بالأمان. تاني حاجة هي الحدود الصحية. الحدود هنا مش مقصود بيها بعض أو أسوأ، بالعكس، بس مساحة بتحمي تقديرك واحترامك. وهنا النقطة دي ممكن يكون ليها قوة ذكاء استراتيجي كبير جدا. هديكم مثال عشان تفهموني قصدي ايه بالظبط. مثلا في وقت خناقة أو مشكلة انت عارف ان انت مش هتطلع بأي استفادة من الشد والجذب في الكلام او في الحديث، ممكن هنا تحط حد وتاخد مساحة. مثلا آسف والله أنا مش هقدر أكمل المكالمة دي وإحنا بنتخانق. هنا أنت حطيت شرط بس بشكل غير معلن، أنا مش قابل
الحوار بالطريقة دي، أو مش قابل الخناق بالطريقة دي. والنقط دي مهمة جدا لأن هي بتتخزن في اللاوعي بين الطرفين، وبالتالي وبشكل تلقائي مع الاستمرارية في المستقبل بتلاقي العلاقة بتمشي بطريقة معينة أو طريقة إيجابية. تالت حاجة هي المشاركة الفعلية مش بس العاطفية. العلاقات شراكة، شاركيه في خططه، في أهدافه، في الطريقة اللي بيفكر فيها الأحلام والمستقبل. الاهتمام ده بيزود الرابط العاطفي فعليا بنسبة 80%. رابع حاجة إنه يكون في مساحة شخصية لكل طرف. أقوى العلاقات هي اللي بيكون فيها قرب مع مساحة صحية. يعني لو قربت زيادة ودخلتي في تفاصيل الراجل أو دخلتي في كل حاجة في حياته، هو هنا بيتوتر وبينسحب وبياخد خطوة لورا، مش عشان هو زهق، ده بيسبب له فعلا توتر وضغط. الراجل بشكل عام بيحب يكون عنده مساحة، والسر هنا هو في التوازن. طيب ازاي ممكن الست تتعامل مع الراجل بذكاء عاطفي وتكسب قلبه وعقله؟ علم النفس بيقول ان طريقة عمل عقل الراجل مختلفة عن ديناميكية عقل الست. الراجل بيستقبل من الحب أكتر الأفعال أكتر من الكلام. التصرفات البسيطة دايما بتلفت انتباههم وبيركزوا فيها. الراجل بيرتاح أكتر لما يحس إن هو مطلوب وإنه مفيد ومتقدر، وعلى الجانب التاني دايما بيهرب من اللوم والانتقاد والضغط. فلازم يكون في دايما تشجيع مستمر. دلوقتي بقى هقولك على 4 حاجات هم حرفيا من أسرار علم النفس اللي لو اتطبقت في أي علاقة أو مع أي رجل. أنا النقط دي هي خاصة بالرجالة، بالديناميكية اللي بيشتغل بيها على الراجل. لو طبقتيهم بشكل فعلي انت هنا هتكوني أكلتي عقله. أول حاجة خدي بالك من نبرة صوتك. في دراسات بتقول إن نبرة صوت الست بتأثر على الأعصاب عند الراجل بشكل مباشر. يعني لو اتكلمت بحدة هيتوتر وهيتقفل، لو اتكلمت بهدوء هيتجاوب وهيفتح قلبه وهيتكلم معاكي بغض النظر عن ايه هو كان الحوار، سواء انت متقبلاه او انت في حاجة رافضاها فيها. الاتيتيود، الطريقة نفسها ونبرة الصوت هي بتخاطب عقل الراجل بشكل مباشر بعيد عن الحوار أو الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه أصلا. وهنا ده مش تمثيل ولا تصنع، ده ذكاء عاطفي. تاني حاجة بقى هي إنك تمدحي جهده بشكل مستمر، حتى لو حاجات طبيعية أو حاجات عادية هو متعود عليها بيعمله في شغله أو في يومه. المفتاح ده بيأثر جدا على اللاوعي عند الراجل وبيخزن عنده مساحة أمان خاصة بس بالست اللي تديله المدح ده. تالت حاجة اتكلمي معاه بطريقة الهدف مش اللوم. وقت ما يكون في مشكلة قوليله احنا هنا لازم نلاقي حل، مش انك عملت وانك سبب المشكلة وانك حصل كذا وما كانش لازم يعمل كده. هو فعليا مش هيستوعب ده بشكل كامل، عقلهم زي عقل الأطفال، لازم تعمل كذا ولازم نلاقي حل. رابع حاجة بقى وهي انك تديله مساحته وقت ما يحب يهرب شوية. هي الرجالة في بعض الأوقات بتحب إنها تحتفظ بطاقتها لنفسها، أو بتحب إن هي تقلل كلامها شوية. ممكن يجي في يوم تحسيه مختفي أو ما بيتكلمش كالعادة أو بيتكلم قليل. هنا انت لازم تديله المساحة دي تماما. وكمان بلس ما تعلقيش عليها. يعني مثلا لو هو بعتلك رسائل قليلة في يوم وجي آخر اليوم أو تاني يوم اعتذر أنا آسف أنا ما بعتش، هنا انت لازم توضحي له إن انت اوريدي عندك حياتك أو عندك حاجة انت مهتمة بيها بس بشكل غير مباشر. هو اتصل بيكي أنا آسف أنا كنت مشغول، هنا انت لازم تردي عليه وتقولي له انا ما خدتش بالي، او انا كان عندي شغل، او انا كان عندي ضيوف، او انا كنت بساعد اهلي، وانا كنت بعمل اي حاجه في حياتي. لازم يكون عندك المرونه دي وتسيبي له المساحه. يعني انسحاب الراجل مش كره، دي حاجه في علم النفس اسمها كوفيد مود. بينما بقى في النقيض الناحيه التانية لو لمتيه شويه او ضغطتي عليه هيرتبك وهيبعد اكتر. والاربع نقاط دول لو فهمتيهم صح وطبقتيهم صح هتكسبي عقل اي راجل مهما كان مين. لأن العلاقة اللي مبنية على الوعي دايما بتدوم وبتنجح. العلاقة اللي مبنية على الوعي عمرها ما بتقع. العلاقة اللي مبنية على الاحتياج والتعلق ما بتكملش. لازم العلاقة يكون فيها شفاء، فيها حب صحي من الطرفين، لأن القواعد دي هي الحاجة الوحيدة اللي بتضمن استمرارية العلاقة. وهنا علم النفس بيأكد على النقطة دي، إن أكتر العوامل اللي بتثبت أي علاقة هي ديناميكية العلاقة نفسها أو تشغيل أو الآلية التشغيلية للعلاقة. بس عامله ازاي؟ في احترام، في وعي، في تقدير. ده بالظبط بيكون بنسبة 70%. والحب بس بيشكل 30% من نجاح أي علاقة. عشان كده لازم تتعلموا إنكم تحبوا، وبالأخص الستات لازم تتعلم إنها تحب بدون تعلق مرضي وبدون خوف وبدون احتياج.
ولازم تفهموا إن مسؤولية العلاقة هي للطرفين، مش لطرف واحد، مش الراجل بس ومش الست بس هي مضطرة إنها تضحي أو تقدم عشان تفضل تحافظ على العلاقة دي. لو ده بيحصل ده معناه إن هنا في خلل، وإن الخلل ده لازم يتعالج. أتمنى إنكم تكونوا استفدتوا وتعلمتوا حاجة